المشاهدين. طبعا النهارده معانا احنا في الأكاديمية وفي مؤتمر البيئة تحت رعاية الأكاديمية. معانا بطلة من بطلات الأكاديمية وبطلة من بطلات العالم وبطلات البحر المتوسط. بطلة حققت ميداليتين ذهبيتين ورقم عالمي جديد في بطولة البحر المتوسط. يسعدنا ويشرفنا نلتقي بالبطلة بسنت حميدة الأولى على دفعتها في الأكاديمية. حضرتك بقى إيه، أنا كلمت عنك، قولي بقى منك للجمهور بقى. والله شكرا، شرف ليا وجودي مع حضرتك ووجودي في الأكاديمية دي بيتي، يعني كليتي و4 سنين موجودة هنا، فأنا حاسة إن أنا في مكاني يعني، فأنا اللي مبسوطة إن أنا رجعت تاني الأكاديمية. تمام. كنا عايزين نعرف شعور حضرتك. احنا حضرتك بتمثلي قدوة للشباب، فعايزين نعرف شعورك بعد ما فزتي بالميداليتين الذهبيتين وحققتي لمصر مكان ووضع في أرقام البحر المتوسط، أرقام جديدة ستظل في التاريخ محفورة باسم مصر بتوقيع بطلتها بسنت حميدة. والله الحمد لله، يعني طبعا شعور عظيم جدا ان انا كنت الدوره دي طبعا دوره كبيره جدا ومهمه، زي ما انا قلت هي نسخه مصغره من الاولمبيكس، وانا كنت موجوده من 4 سنين وما قدرتش ان انا طبعا افوز بميداليه يعني لمصر، فكان كل هدفي من 4 سنين ان انا اقدر افوز بميداليه لمصر، والحمد لله الميداليه مع الرقم القياسي مع اسم مصر اللي هيفضل محفور في سجل الدورات. طبعا دي شيء يشرفني يعني، طبعا اقل حاجه ممكن اهديها لمصر واهديها للاكاديميه. ما شاء الله. عايزين نعرف بس خططك القادمه في عجاله، لان اخذنا من وقتك كتير، عايزين نعرف احلامك اللي جايه في البطولات العالميه باذن الله. طبعا هو اهم حاجه في السنتين ان شاء الله اللي جايين بطوله العالم السنه الجايه وباريس الاولمبياد باذن الله 2024، علشان المحطتين دول هيكون في طبعا استعداد قوي سواء في التمرين او معسكرات بره مصر او ماتشات هتبقى بره مصر وجوه مصر، فان شاء الله بدعمكم يعني ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه بالتوفيق ونقدر نعمل ميداليه ان شاء الله.